هنالك حديث عن وشكوى من ظلم تحكيمي كانت في المباراة بالأمس. أكيد هي مجزرة تحكيمية وليس ظلم، لأن مجزرة تحكيمية بالحقيقة. الحكم المكسيكي كان واضح في التعامل، كان يريد أن يذهب بفرنسا إلى النهائي وجيء به خصيصا من أجل إسقاط المنتخب المغربي، وهذه سابقة تاريخية وإن هي تكررت، لأن في 2018 المنتخب المغربي غادر نفس دور المجموعات بنفس الطريقة. هناك الحكم الكندي الذي كان في الفار، لو كانت احنا نعكس الآية، لو كانت فرنسا هي التي صاحبت اللقطة لتدخل الحكم الكندي حكم الفار بسرعة. اليوم ضربتي جزاء، ضربة جزاء الأولى المدافع هو الذي اسقط بوفال، والغريب في الامر لو اقتضى الامر ان الحكم لا يعلن عن ضربه جزاء، فالان انت لا تعطي للاعب انذار، انت تحرمه من ضربه جزاء وانذار. وكذلك اللقطه البينه، اللاعب الثاني المدافع ماسك اللاعب بالاحضان، يعني هذه خطيره جدا، وكذلك تقاطع عليها الحكم. اظن ان الاتحاد المغربي حتى ولو راح الى الفيفا وراح الى، هناك كواليس تشتغل في الامور هذه. انت علما انت تشتكي الحكم ليس من الظلم، تشتكي الحكم لصاحب الظلم، فبالتالي هذه خطيره، عمليه خطيره. المنتخب المغربي خرج مظلوما، العالم كله اليوم كل الاشادات من اللاعبين القدامى ورؤساء دول وكل اشادوا بالمنتخب المغربي، وكذلك استنكروا الظلم التحكيمي، لان هذا الحكم المكسيكي جيء به من اجل اسقاط المنتخب المغربي. ماذا ستفيدك الشكوى الحين؟ انت طلعت ما المقصود جيء به لاسقاط المنتخب المغربي؟ هو الفيفا المسؤول عن الحكم، صحيح؟ لا الفيفا هي المسؤول، هناك لجنه تحكيم مسؤوله في الفيفا، فبالتالي المنتخب المغربي ان فاز سيكون اول منتخب عربي يحضر في كاس العالم، واحنا يعني في انظار الفيفا وغيرها من الناس اللي يشتغلون في الكواليس ما زلنا غير مؤهلين للوصول الى النهائي. فيمكن ان نحن انتقلنا من صوره التنظيم التي حربت من اجلها قطر لمده 12 سنه، انتقلنا واعطيناهم الدرس في عمليه التنظيم وعمليه دخول الملاعب والاشياء واللوجستيك، فبالتالي هم انتقلوا الى ماذا؟ الى الملعب، الى كره القدم، فبالتالي حرم المنتخب المغربي. طيب عفوا كابتن سعيد، حدثني عن انتقائية اللجوء إلى الفار. لماذا على الرغم من أن من وضوح ضربتي الجزاء المستحقتين للمنتخب المغربي، لماذا لم يتم اللجوء إلى الفار؟ لم يتم اللجوء إلى الفار لأن كلهم في طريق واحد، لأن في الأساس الحكم المساعد المسؤول على الفار هو الذي كان عليه أن ينبه حكم المباراة أن هناك لقطة تحتاج إلى التفحيص، فبالتالي ينتقل الحكم بعد أن يتكلموا معه ويعطوه بأن مثلا اللقطة تحتاج أو له صلاحية تدخل، صلاحية رؤية، ينتقل الحكم إلى الفار وبالتالي يشاهد في عين المكان في الشاشة إن هي ضربة جزاء أم لا. لكن الحكم المساعد في الفار لم يتكلم، حكم الوسط أهدى لفرنسا ضربة خطأ وبالتالي إنذار وصارت المباراة، فبالتالي هذا ظلم كبير. اليوم كما شفتوا الإخوان، كما قال الصحفي المغربي، اليوم كانت مجزرة ماشي ظلم تحكيمي، والحكم جابوه خصيصا لإقصاء المنتخب الوطني. وهذه القضية كما قال تكررت في 2018 وخرج المغرب بنفس تقريبا نفس السيناريو. احنا دابا كنشوفوا كون كانت فرنسا هي اللي عندها البيلانتيات، جوج بيلانتيات، اش كان غيدير حكم الفار؟ ضربة الجزاء الأولى كانت واضحة ديال بوفال، ديال سفيان بوفال، وعلى الأقل ما كانش يعطيه الصفرة. ودابا الحكم عطى الصفرة وعطى خطأ لصالح منتخب فرنسا. والحالة الثانية هي أن المدافع الفرنسي سقط المهاجم المغربي، بقاش يدو حتى طاح. صراحة كانوا هناك كواليس كثيرة كانت هنايا، كان ضروري، كان خاصهم المنتخب المغربي كان خاصو يقصيوه، والعالم كامل شاف هاد الظلم التحكيمي. وحنا الحمد لله فخورين بالمنتخب المغربي على هذا الإنجاز، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لهم في المستقبل. شكرا على المتابعة، ونتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنساوش ديروا اشتراك ولايك.